السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا انتوا يعني اللي متابعني عارف ان انا كنت بحل السرير ده وكده وهركبه بره، تمام. فطبعا بقى يعني عشان خاطر هركبه بره، فالاوضه ديت عايزه ارجع بقى التصميم بتاعها الاساسي اللي هو الاولاني يعني. فبرضه رجعتها من غير بقى ما اروق ولا اي حاجه. خلصت الريسبشن بره الاول، وبعد كده خلصت الاول الريسبشن بره، وقلت بقى اخش على الاوضه ديت بعد ما خلصته نعملها برضو مع بعض كده، ايه ونشجع بعض وايه زي ما يعني تنظيفات رمضان، بس ايه وتنظيفات الشقه مطرح الناس اللي كانت شغاله يعني. فانا طبعا ما رضيتش بقى اروقها في ساعتها، لان كان طبعا التراب والعفره والناس اللي شغاله وكده، فما كنتش عارفه ان انا انضفها خالص. فقلت لا خلاص هم يخلصوا ويمشوا، وانا بعد كده بقى ابتدي ان انا ايه اظبطها واروقها يعني مع نفسي وكده. تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. دخلت بقى كده ولميت اي حاجه على السرير، مصليه، الكوفرتات اللي كنا بنتغطى بيها، المخدات، اي حاجه على السرير هشيلها، لاني هرتب الدنيا كلها دلوقتي وهنظم الدنيا وهعمل لهم كمان عشاء حلو. ان بقالي كام يوم مخليهم مقضيين بقى ايه اكل جاهز من بره وبصراحه في عز المرمطه اللي احنا كنا فيها هم برضو اتمرمطوا من ناحيه الاكل. فانا قلت لا حرام بقى، كفايه عليهم كده يعني. نعمل برضو اكله حلوه كده في الشتاء دوت تدفينا، وفي نفس الوقت نظبط الدنيا. هشيل بقى والم كل حاجه كده من على المكتبه دي يعني. الهدوم بقى بصوا، يعني عايزه اقول لكم المنظر كان صعب بصراحه، وهدوم في كل حته والدنيا بايظه الحمد لله يعني. بس بجد والله يعني بدل وصلت للمرحله دي انا بحمد ربنا كتير 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 قوي. اهو زي ما انتم شايفين كده بقى رتبت المكتبه ديت وحطيت الحاجه كده، وبرده الارضيه كان فيها بقى ورق ومشايات وكل حاجه هتتلم. طبعا انا لسه ما جبتش السجاد من الدرايكلين، وفي نفس الوقت طبعا يعني انا موصيه على ركنه بره في الريسبشن بتتعمل، تمام. فلسه برضو ما وصلتش، فقلت بقى انا هخلي السجاد في الدرايكلين لحد ما الركنه تيجي وتتحط مكانها، وبعد كده افرش السجاد بقى، ابعد اجيب السجاد ونفرش بقى مع بعض فرش رمضان ونرتاح يا جماعه. بجد والله الموضوع مش سهل خالص، الموضوع صعب، بس الحمد لله برضو وصلنا لنتيجه ترضينا، نتيجه ترضي عينينا وترضي الاولاد، وبقوا فرحانين بيها قوي، ونتيجه ترضيني انا شخصيا، نتيجه كده هادي يعني، نظافه وهدوء وحاجات ياما قوي. تمام. لميت بقى اي حاجه في الارض كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. لميت بقى اي حاجه في الارض كده، اي حاجه احطها في الارض لميتها، عشان خاطر اجيب بقى كده ايه الحاجه وافرش وامسح واعمل كل حاجه ان شاء الله. هشيل بقى الحاجات اللي على السرير كمان، تمام، عشان برضه افرشه واحس كده بقى ان انا ارتحت، احس بالنظافه يا جماعه. عارفين الاحساس ده؟ والله نفسي احس بالنظافه من كتر ما انا تعبت من الكركبه والتراب والبهدله اللي في البيت. نفسي افرش بقى وارتاح يعني. الله يكون في عون كل حد بيوضب او بيعمل حاجه في البيت وهو قاعد فيه، والله الموضوع مش سهل خالص، الموضوع متعب جدا. ربنا يعيننا جميعا يا رب، ربنا يقوينا جميعا. وبرضه محدش بيطلع السلم مره واحده، لازم تطلعي واحده واحده. وهنا كده بعد ما فرشت السرير وظبطته ورتبته كل حاجة بقت تمام كده، وهنفرش الأرضية كمان. طبعا أنا لسه قايلة السجاد وأي حاجة من ديت في الدرايكلين، هستعين بقى بالبلاطين الصوف بتاعت ماما نفرشها في الأرض كده، هتدينا ايه الشكل مرتب ومنظم، وفي نفس الوقت تدفينا الأرض شوية لحد ما نجيب بقى السجاد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. عايزه اقول لكم لما وصلت للمرحله دي كده حسيت ان انا مرتاحه بطريقه مش معقوله. هنا بقى كده بعد ما فرشت البطاريه والاوضه خلصت والهدوء النفسي يا جماعه، عارفين الهدوء النفسي؟ هو ده الهدوء النفسي. هخش بقى بعد ما اخلص كده الاوضه خالص على المطبخ، وتعالوا نشوف هنعمل لهم اكل ايه.
عايزين زي ما قلت لهم كده نعمل لهم أكلة تعوض الأيام اللي أنا كنت مقضيها لهم فيها بصراحة، لأني قعدتهم كتير قوي مقضية الدنيا معاهم بصراحة يعني. بصوا بقى منظر الأوضة بعد ما اتفرشت وبقت نضيفة، الله الحمد لله إن أنا وصلت للمرحلة دي. بصوا بقى كده أنا دخلت المطبخ، كان عندي كرنبيتاية كده ولعت أسلقها. تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. جبت 3 بصلات كده كبار، وهنعمل بقى أكلة حلوة وخفيفة وسريعة وفي نفس الوقت مغذية. جبت 3 قرون من الفلفل اهوت، حطيتهم مع الأكلة، وأهم حاجة بقى تكتري الفلفل والثوم في الوصفة دي. ماشي. بصوا في طماطماية اهيت هنحتاجها، بس دي في الآخر خالص، وأهم حاجة تكون ناشفة وصغيرة، مش لازم تكون كبيرة يعني. تمام. هنضربهم بقى ضرب كده في الكبة، انا عايزاهم خشنين مش ناعمين، فهنضربهم ضربة بسيطة مش اللي هو هننعمهم يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. هنركنهم بقى على جنب شوية كده، وتعالوا بقى بنقشر بطاطستين مع بعض، عشان الأهم من الشغل تظبيط الشغل، فلازم نظبط لهم الحاجات اللي جنب الأكلة الأساسية، فاهميني؟ فهقشر بقى بطاطس كده وهقلها لهم كمان، وهنعمل لهم بقى حتة وصفة أو حتة أكلة مفيش 2 بيختلفوا عليها في مصر. خلاص كده بقى بعد ما قشرت البطاطس وحطيتها في مية وملح، ولعت بقى على الصينية دي اللي هعمل فيها الكبدة. تمام. ولعت على العين التانية كده على البطاطس، يعني الزيت بتاع البطاطس. يلا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. حطيت شوية زيت محترمين كده في الصينية. تمام. وهنزل بقى بالخلطة اللي انا ضربها في الكبة كلها، بس اصبروا نحط البطاطس عشان كان الزيت سخن. هحط بقى الخلطة اللي انا عاملاها في الكبة كلها اول ما الزيت يسخن. اول بقى ما احس ان الخضر بتاعي كده ابتدى يدبل، هركنه بقى على جنب بالمعلقة كده، وهنزل بقى في نص الصينية التاني. اهم حاجة الخطوة دي يا جماعة عشان تدي للكبدة بتاعتك الصدمة المحترمة. فهتعملي هتركني البصل كده على جنب، ونازلة بالكبدة زي ما انا هعمل كده. بصوا ركنت البصل على جنب، وحطيت الكبدة بتاعتي في نص الصينية التاني. تمام. عشان الكبدة تاخد الصدمة المحترمة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. بعد بقى ما الكبدة بتاعتي تاخد الصدمة المحترمة مع البصل، هقوم مدخلهم الاتنين بقى على بعض. ببص على الكبدة، بقلبها في الجنب الفاضي بس. حسيت ان الكبدة بتاعتي خلاص اخدت الصدمة المحترمة، هقوم مدخلها هي والبصل على بعض يمتزجوا كده بقى وياخدوا من طعم بعض. بعد كده بقى فاكرين الطماطم الناشفة اللي انا قلتلكم عليها، عايزة تشيلي منها البذر ماشي، حاسة ان هي ناشفة ومش محتاجة خالص، وقومي نازلة بيها كده واديها تقليب. تمام كده خلاص الكبدة بتاعتي تمام. هحط عليها ملح وفلفل اسمر وكمون وتبقى تمام اوي كده. هوطي بقى عليها النار واسيبها تستوي كده مع نفسها، لان انا مقطعاها كبير فهتاخد سوا شوية يعني. فهملح واحط لها الفلفل والكمون بتاعها واسيبها بقى تستوي شوية مع نفسها.
وانا بقى بعمل معاكم الكبدة عملت خلطة الكرنبيط بتاعتي على جنب، تمام. وابتديت بقى ان انا كمان انزل الكرنبيط في الخلطة بعد ما اتسلق، ومولعة الزيت اللي هو كان بتاع البطاطس، وهنزل برضه بالكرنبيط معاه، عشان ايه زي ما قلت لكم اهم من الشغل تظبيط الشغل، فلازم اظبط لهم ايه الدنيا اللي حوالين الاكل. فاهميني؟ اكيد فاهميني. متنسينيش بقى بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. خلاص بعد بقى ما الكرنبيط بتاعي خد اللون الذهبي الجميل دوت، هبتدي ان انا اطلعه كده على مناديل عشان يصفي الزيت بتاعه خالص. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على النبي يا جماعة في الكومنتات. الصلاة والسلام. كده أكون خلصت الشقة وخلصت الأكل والحمد لله. اللهم بارك. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب يكون خفيف على قلبكم. ما تنسينيش بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. خشي لفة في قناتنا هتعجبك أوي أوي أوي، فيها فلوجات، فيها روتينات، فيها كل حاجة حلوة. وده كان عشان النهاردة وكده. خلاص أنا يعني تمام أوي كده، يدوبك أشرب الشاي وأقول لهم ايه تصبحوا على خير. ده بعد ما أشرب الشاي. إنما انتم أقول لكم استودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامة.